شايفين القمر والحلاوه دي؟ بيتيفورات يا جماعه، بيتيفورات. ما تيجي اقولك ازاي تعملي البيتيفور باسهل طريقه ممكن تعمليها، وما عدتش هتشتريه من بره تاني. بجد ما عدتش هتشتريه من بره تاني من حلاوه والشياكه. انا قررت ان شاء الله العيد ده مش هشتري بيتيفور من بره، ستكونين انت البيتيفور. شايفين حلو ازاي؟ يلا تعالوا نبدأ. بس يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت نحط لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للبيج علشان تشوفي الحلويات دي، الامارات دي. بجد زعلانه منكم يا جماعه لان مش بلاقي تفاعل على الفيسبوك، والريتش واقع جدا جدا جدا. يا ريت من اي حد يشوف الفيديو يا ريت تحطي لايك، حطي لايك لو سمحتي، اللايك مش بفلوس. ايه رايكم في القمر ده؟ في بوله بتاعتنا هنحط كوبايه سكر مطحون، وكوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ. ناس كتيره بيسالوني ويقولوا لي درجه حراره ايه؟ درجه حراره الغرفه دي؟ درجه حراره الغرفه درجه حراره المطبخ يا جماعه. ايه؟ فانيليا سايله او فانيليا باكت. انا جايبه برضو باكت، مش عارفه هروح اجيب. هنضرب الزبده والسكر والفانيليا كلهم مع بعض لحد ما قوامها يبقى هش كده وابيض، وقوامها هيكون فاتح. يلا تعالوا نشوف. هحط برضو ظرف هنزود بيضتين ومعلقتين لبن، 3/4 كوبايه من النشا، وكوبايتين ونص من الدقيق. عليهم معلقه من بيكنج باودر او كيك شيف، معلقه كبيره، وذره ملح. تعالوا نطبخ. ده قوام البيتيفور لما بنعمله. تمام، احنا يا دوبك هنقلبه تقلبتين بس كده علشان نشوف واو، انتوا شايفين عامل ازاي؟ هو بس هياخد كمان يعني معلقتين دي كمان. تمام، وهيبقى خطير خطير بجد. شايفين حلوة قوي. تعالوا بقى شوفوا. هنستخدم البلبلة دي. تمام، وعلشان تعرفوا تتحكموا بقى وانتوا بتحطوا البتاع ده، العجينة تحطوها في شفشق زي ده كده وتنزلوا بالعجينة. تعالوا بقى يلا نعمل البيتيفورات بتاعتنا بقى في الصينية بتاعتنا، وصينية الخبز بتاعتنا دي الصينية بتاعت الفرن بتاعي بقى 8 سنين عندي يا جماعة، يعني محدش يتريق عليها يعني. شايفين طلعنا بقى الوردات كده، كان شكلهم قمر بجد يعني، وهم لسه عاجين كده. انا كنت مبسوطة بيهم انبساط بجد مش طبيعي. تضغطي كده، شايفين اصلا العجينة عاملة معاكي ازاي؟ طرية جدا يعني، مش صعبة ان انت تضغطيها في الكيس الحلواني. تعالوا نعمل شكل تاني. ده شكل البيتيفور اللي بيبقى طويل شوية. جماعة شجعوني واعرفوا ان انا يعني هيطلع مني حاجات اكتر من كده، بس بالتشجيع. انتوا مش بتشجعوني والله،
وانا زعلانه منكم بصراحه يعني، لان الريتش واقع جدا 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 جدا. فياريت يعني ياريت تشجيع بحماس. ادي اهو هندخلهم بقى الفرن. ايه رايكم في القمر ده؟ يلا ندخلها على الفرن على الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لمده من 10 ل 12 دقيقه. تمام. ادي بعد ما طلع معانا حطينا ما بين كل واحده وواحده فراوله، مربى فراوله من 3 كوبايات دقيق. عملنا دول 3 كوبايات دقيق، عملنا دول وعملنا دول. يعني حاجه ما شاء الله بجد. شايفين بذمتك انت مش بتشتري كده من بره؟ مش بتشتري كده؟ مش بتروحي تشتري دي كده صح ولا لا؟ يلا بسرعه حطي لايك، حط لايك يلا يا جماعه، ونصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بتفور الشوكليت بقى، شايفين حاجه كده بتدوب ذوبان، والله العظيم بتدوب ذوبان حرفيا. بذمتكم حد بيعمل بتفور قمر وصغنطوط كده غير؟ لو بتعمليه كده حطيلي صوره تحت في الفيديوهات. حط بقى كيس بلاستيك كده عشان ما يعملش بقى عشان البيتفور بتاعنا يفضل زي ما هو بقى مقرمش كده ومحرمش زي ما انتم شايفين حاجه كده. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر بجد. نحط بقى فوق اسمه ايه، هنحط فوق ده الساده، هنحط فوق بقى اللي بالشوكولاته. شايفين حلو ازاي بجد؟ حاجه يعني ما شاء الله بجد بجد بجد. انا مش بشكر في نفسي بس هو بجد حلو بجد يعني. معلش طريقه التزيين ما عملتهاش لان كنت طالعه فيها لايف تيك توك، فزينت في اللايف. ادي بعد ما عملناها بنحط طبقه مربى فراوله ما بين كل واحده وواحده، وبنلزقها وبنغطسها في شوكولاته خام متسيحه في حمام ميه. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات او تبعتوا لي تطبيقاتكم على البيج. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو للبيج. وباي باي، استنوني في وصفات تانية كتير. عايزه اقول لكم ان اي حد لازم يشوف الفيديو ده لازم يحط لايك للفيديو علشان